دلوقتي احنا رايحين على كاسكاتا، يعني الى الشلالات. ده منظر الطريق للشلالات من هنا. يعني مش كفايه ان المدينه جميله، لا، في طول الوقت تجديد وتجميلها اكتر واكتر، لان المدينه يعني فعلا من الوجهات السياحيه اللي الاكثر جمالا في العالم كله. مش هقول لكم في اوروبا بس ولا في ايطاليا بس. وصلنا الشلالات يا جماعه، نطلع كمان شويه فوق وهنشوفها اوضح. وصلنا يا جماعه لأجمل شلالات ممكن تشوفوها. احنا دلوقتي تحت الشلال بالظبط، يعني ممكن اخش اخد دش تحت الشلال دلوقتي لو انا عايز. حاجة روعة، تحفة 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 تحفة. شلال سوبينو ده بقى يا جماعة من أجمل الشلالات اللي ممكن تشوفوها. شلال مخفي وروعة، المنطقة كلها هدوء، مفيش أي دوشة، ما تسمعش غير صوت المية وهي نازلة كده من الشلال يعني يا ربي على الجمال. الشلال ده ارتفاعه حوالي 15 متر، بينزل الميه كده هاديه، ممكن حرفيا اخد دش تحته دلوقتي ما عنديش اي مشكله. بس الميه بتبقى فيه اكثر غزاره طبعا بعد فترات الامطار يعني. وقريب قوي من الشنترو بتاع البلد، يعني ممكن 20 دقيقه، ربع ساعه، 25 دقيقه اكتر حاجه مشي لو انت بتتمشى براحتك عشان تتفرج على الاماكن الطبيعه الجميله. انصحكم طبعا بان انتوا تيجوا تشوفوا المكان الجميل ده. بصوا شلال سوبينو ده من اجمل الشلالات اللي ممكن تشوفوها، لانك ممكن تعمل دش تحته حرفيا زي ما لسه قايل لك. يعني الشلال ده يا جماعه اتشكل نتيجه لتدفق مياه بحر سوبينو. التدفق بتاع الميه نحتت الشلال ده وبقى شلال. هو عشان كده صغير، بس علشان هو جاي من بحر نحت في الجبال لحد ما شكل الشلال الجميل الروعة الخيال ده. على الرغم من عدم توفر معلومات كتيرة عن الشلال ده، يعني مفيش معلومات كتير قوي عن الشلال وعن تاريخه، بس يعني المنطقة المحيطة بيه غنية بالتاريخ قوي. ليمونيس والجاردة كانت تحت حكم ناس كتير جدا على مر التاريخ، منهم الرومان والكوت واللومبارديين والفرنجة وجمهورية البندقية والامبراطورية النمساوية المجرية. التاريخ المتنوع أثرى الثقافة المحلية وأضاف طابع فريد على المنطقة. زيادة على كده الزوار بتوع الشلال ممكن ان هم يستمتعوا بمسارات المشي المحيطة زي مسار الشمس سينتيريو دي سولي، اللي بيوفر اطلالات خلابة على بحيرة جاردا والمناطق المجاورة، زي ان انت يمكنك استكشاف المعالم التاريخية القريبة زي كنيسة سان روكو الصغيرة اللي تقع على الطريق المؤدي الى الشلال، وحاجات تانية كتير. يعني المنطقة غنية، انا مهما عملت عنها فيديوهات مش هخلص، بس طبعا هحاول على قد ما اقدر ان انا اوريكم طبيعة المكان الخلابة. وبكده نبقى هنا الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة. اشوفكم الفيديو الجاي من مكان جميل تاني. ولو عجبك الفيديوهات بتاعتي خش اتفرج على القديم واعمل سبسكرايب للقناة علشان تتفرج على الجديد. اشوفكم المرة الجاية، مع السلامة.